بعض الأزواج بيجوا لنا بعد الزواج بفترة قصيرة عاوزين يعرفوا هل في سبب يأخر حمل ولا لا. معانا في الفيديو دهوت هنبدأ نتكلم ازاي نقيم الوضع. عشان نقول ان في تأخير حمل لازم بعض الشروط الواجب توفرها عشان نقول في تأخير حمل. أول شرط هو مرور سنة من الزواج، مش مرور سنة فقط، مرور سنة من الزواج مع انتظام الحياة الزوجية، يعني الزوج موجود بشكل متواجد على طول. يعني الحاجة التانية ممكن نقدم الفترة ونخليها 6 شهور إذا كان سن الزوجة أكثر من 35 سنة أو في حالة اضطراب الدورة للسيدات. تقييم الزوجين بيكون عن طريق مراجعة التاريخ المرضي للزوج والزوجة. التاريخ المرضي للزوج زي مثلا وجود ضغط، وجود سكر، سن الزوج، هل قام بإجراء أي عمليات سابقة قبل كده، وجود تدخين أو لأ. التاريخ المرضي للزوجة بيتمثل في السن، بيتمثل في حدوث عمليات قبل كده، الدورة وانتظامها وبتيجي كل قد إيه. كل دي عوامل لها تأثير على حدوث تأخير الحمل. بعد كده بنطلب بعض التحاليل اللي منها بنبدأ نقيم الوضع. تحاليل الزوج بتتمثل في تحليل السائل المنوي. تحليل السائل المنوي بيبقى ليه شروط إنه عدم حدوث جماع لمدة من 2 ل 6 أيام قبل إجراء. وبنعرف منه كمية السائل المنوي، عدد الحيوانات المنوية، نسبة الحركة، حدوث تشوهات أو وجود تشوهات ودرجة التشوهات. كل ده بنقدر نقيمه من تحليل السائل المنوي. لو في مشكلة في السائل المنوي بنطلب إعادة التحليل السائل المنوي الثاني للاطمئنان. بالنسبة للزوجة الموضوع معقد أكتر. تقييم الزوجة بيعتمد على شوية تحاليل وشوية إشعاعات. التحاليل بتكون تحاليل المسؤولة عن التبويض زي ال FSH وال LH. تحليل هرمون اللبن اللي هو البرولاكتين لانه بيأثر على عمل الغده النخاميه. تحليل الغده الدرقيه. ممكن نطلب تحليل البروجسترون لانه بيورينا كفاءه التبويض نفسه. بعد تقييم التحاليل برضه من الحاجات المهمه اجراء اشعه بالصبغه على الرحم والانابيب. بنتاكد منه ان عدم وجود انسداد او حاجز يمنع التقاء البويضه بالحيوان المنوي. بعد تقييم الوضع وبعد معرفه السبب بنبدا نحط خطه علاج وعلى اساسها ربنا بيكرم على طول وبيحصل حمل ان شاء الله. هل ممكن نعمل التحاليل دي كلها وممكن ما يوصلش للنتيجه؟ 10% من بعض الازواج بيكون مفيش سبب، بتكون تحاليل الزوج كويسه، تحاليل الزوجه كويسه، وكل الاشعاعات كويسه ومفيش اي مشاكل. دي بنسميها تاخر حمل مجهول السبب. تقدروا تبعتوا لنا اسئلتكم ونقدر نجاوبكم عليها في اقرب وقت.